يا مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم كنفا من الصفر. لو عندك مجموعة من البرودكتس أو زي ما احنا بنقول عليها كده كولكشن كده وعايز تعرضها بشكل يكون كاتشي على ديزاين لسوشيال ميديا بوست أو عايز تعرضها في شكل فيديو قصير. خليك متابعني لآخر الحلقة عشان هننفذ التصميم اللي انت شايفه قدامك ده واحدة واحدة وبسهولة جدا، وهتقدر تعمله من خلال برنامج كنفا بشكل احترافي. وأول حاجة هنعملها هو إن إحنا نcustomize الsize أو نحدد المقاس اللي هنشتغل عليه، وهنا ده حاجة ترجع لك بقى لو أنت هتستخدمه على الإنستجرام story، فيسبوك story، فيسبوك post whatsoever المقاس اللي أنت محتاجه، بس أنا هنا استخدمت الفيسبوك post المقاس بتاعه. هاجي بقى على الbackground وابتدي أغيّر اللون بتاعه، أنا ممكن معايا hex code وإحنا كنا اتكلمنا على كده في الحلقات اللي قبل كده، فأنا وقفت على الpalette بتاعة الcolors دي، وهنا هاجي أعمل copy وpaste وأختار الكود أو أحُط الكود اللي أنا كان معايا من الأول. طبعًا أنت ممكن تختار اللون اللي يريحك، بس ده اللون اللي موجود في الdesign اللي إحنا شُفناه في الأول. وبعدين علشان أضيف الtext زي ما إحنا اتعلمنا برضه في الحلقات اللي قبل كده، بتيجي على واقف على الكيبورد ودايس حرف الT أهو بالشكل ده، وتيجي نكتب مع بعض new arrival. طبعًا إحنا هنبتدي بقى نضبّطها إن هي تكون فوق، هنselect عليها بقى ونختار font يكون شكله مناسب. لو إحنا مثلًا جينا عند الhandwriting وجينا اخترنا font يكون شكله كويس، يعني أهو عشان نشوف مع بعض، ده مثلًا عامل كده مش ألطف حاجة. واخترت الfont ده من وسط الfonts، يعني اسمه أمستردام font، هو الfont بشكل كده كإنه handwriting واخد شكل curvy كده شكله حلو أوي، وهابتدي أغيّر بقى اللون، فهاجي من هنا أنا مش هاخد لون solid، يعني أنا محتاجة لون gradient أهو زي اللي إحنا مستخدمينه في الdesign اللي قبل كده، وبرضه في الgradient أنت ممكن تلعب فيه. أنا هاجي عند الgradient وهاختار مثلًا لون تاني اللي أنا أضيفه، وليكن اللون ده كده. أنا أهو اخترت لون زيادة كان أفتح شوية، وأنا مش عايزة الغامق يكون في الأول، أنا عايزاه يكون في النُص، فأنا هاجي أزيح اللون البني ده الغامق هاحطه في النُص، فبقى شكله ألطف أهو شوية. ممكن كمان نحط له effect إن إحنا نdrop shadow زي ما اتعلمنا أهو، ونخلّي الtransparency بتاعته معقولة، فكده تمام. ونيجي دايسين على حرف الT تاني عشان نكتب الكلمة اللي هي بتاعة exclusive collection، أو اللي هو يعني مجموعة من الproducts حصرية أو collection حصري، فنيجي هنكتب أهو كده exclusive زي ما إحنا كتبنا كده، وبرضه هنختار font مناسب. وأنا شايفة إن الfont ده اللي هو الplaywright US modern ده شكله لطيف جدًا، فأنا اخترته وهاحط عليه نفس الgradient للون اللي هو البني ومعاه اللون البني الفاتح شوية أو الmidي على orange شوية، هنبتدي نحط نفس الgradient ما دام إحنا كمان عملناه، فهنبتدي نطبّقه عليه بمنتهى السهولة. وهاجي أعمل rotate كده لحد ما يضبط معايا، إن هو يكون موجود بشكل vertical أو بشكل طولي كده وعمودي، تمام. وهاجي أجيبه ناحية الشمال كده شوية تمام، وأصغّره شوية، يعني نعمله كده مثلًا 36 ماشي تمام، بكده ونطلّعه فوق أو نودّيه الناحية كده ناحية فوق شوية أهو، وهنبتدي بقى نكمّل بقية الdesign. وهنيجي على الbar الشمال برضه في elements ونكتب بقى order now button زي ما أنا كتبت، وهيطلع لنا بقى مجموعة من الbuttons ممكن نختار منهم. أنا شايفة إن ده مناسب برضه مع إن مش ده اللي أنا كنت مستخدماه في الأول، بس ده شكله لطيف برضه ممكن نضيفه، وممكن نخلّيه كده الposition بتاعه في الcenter عشان ييجي مضبوط، وهاكتب جواه الtext بتاعة order now. أهو اخترت الfont ده الorder now يكون بس bold وواضح، علشان ده زي ما أنا قُلت لك مهم أوي لو أنت بتعمل design إن يبقى الcall to action أو الCTA يكون واضح. أنت هدفك من الdesign إيه، يعني تودّي الناس لwebsite يتصلوا عليك، يبعتوا WhatsApp message، الcall to action الجملة دي اطلب الآن، اتصل بينا whatsoever، بس لازم تكون بخط واضح وباين في الdesign. فأنا اخترت الfont ده وبرضه هاطبّق عليه نفس اللون اللي إحنا اخترناه اللي هو الgradient ده اللي إحنا عملناه مع بعض، أهو كده بقى شكله أهو لطيف. هنكمّل بقى باقي الdesign.
وفرضًا إن إحنا مثلًا الويب سايت اسمه elitewatches.com فإحنا كتبت أهو بنفس درجة اللون اللي أنا مستخدماها اللي هو الgradient اللي أنا مستخدماها في كل الdesign كتبت elitewatches.com أهو، علشان الناس لو هتطلب من عليه الdesign. هنبتدي بقى نصمم الساعات أو مجموعة الcollection من الساعات اللي عندنا اللي هنخلّيها بتrotate بشكل كده catchy وجذاب في الdesign. فعلشان نستخدم اللي إحنا هنعمل بيه الeffect على الslides اللي بتجري أو على شكل الcollection المجموعة اللي عندنا ونخلّيها هتلِف بشكل rotation بنيجي ناحية الapps الbar اللي في الجنب ده على الشمال وبنكتب فيه depth loop وأهو بيطلع لنا، فهنبتدي نclick عليه وبعد ما عملنا عليه click أهو، هيبتدي بقى في مجموعة من الأشكال، يعني إحنا شايفين الشكل ده بشكل الslides إن هي بتُقف كل slide كده بتبقى معروضة بحرية زي ما إحنا شايفين كده. في الشكل ده، لو إحنا عايزين shapes تانية بأشكال تانية، أنا هاطلّع اللي أنا استخدمته، بس أنت ممكن تستخدم أي حاجة، يعني أنت شايف أهو بيلِف كده، شكل الrotation نفسه أنت بتقدر تتحكم فيه من الmotion styles دي. فأنا كنت مختارة الشكل شبه الring ده علشان نعمل الdesign نفس اللي إحنا كنا عاملينه، وهنبتدي إن إحنا نستخدمه ونشوف هننسّق إزاي مع بعض. فتمام أهو، هنبتدي بقى نختار الfiles للproducts أو المنتجات اللي إحنا عايزين نحطها جوّه الring اللي هي بتلِف دي وياخد نفس الmotion style ده، فهنيجي على choose file وهنختار بقى مجموعة الcollection اللي عندنا، طبعًا أنت حسب المنتجات اللي أنت عندك اللي أنت هتعرضها، فهابتدي أضيف لمجموعة الساعات دي. تمام، وهاقول لكم بقى إن إحنا نبتدي نتحكم إزاي، يعني إحنا لو عايزينه شكلها slides كده، فهي هتلِف كده في شكل slide تمام، لو عايزين إن هي كإنها بيتعمل عليها zoom تمام، فأنا هاختار شكل الslide برضه لو إحنا عايزينها تلِف من اليمين، من الشمال، من فوق، من تحت، زي ما إحنا عايزينها. الduration قد إيه بقى أنت محتاج الring ده أو الساعات دي تلِف، فأنا مثلًا هاعمل هنا دقيقة وليكن هنا دقيقة. وبعد كده عندنا كمان نختار الbackground، فأنا هاختار نفس اللون الbackground ده علشان ما يبقاش شكله أوض الجراي مع كده هيبقى شكله مش حلو وكأنك أنت حاطط حاجة fake جوّه الdesign، لكن لمّا هيبقى آخد نفس لون الbackground هيدّي كده سيمترية وهيبقى شكل الdesign كويس وكأنه حاجة واحدة يعني أنت مش عامل حاجات منفصلة. فهاجي عند الbackground والhex color code اللي أنا كنت مختاره في الأول، هابتدي أعمله paste كده هنا أهو، وهو فعلًا ادّاني بنفس اللون الbeige ده في ال الbackground بتاع الساعات. وبعدين بقى هابتدي أحط الcollection ده هاعمله add to design وأحمّله على الdesign نفسه اللي إحنا هنشتغل عليه. زي ما إحنا شايفين كده بيعمل render وبعدين هيبتدي يحمّل على نفس الdesign اللي إحنا شغالين عليه. وقبل ما نresize ونعمل preview علشان أوريكم الشكل من جوّه بقى عامل إزاي، هو كده اتحمّل المفروض الcollection جوّه الdesign بس أنا لسه مش هاوريه لكم دلوقتي، لإن كان في زي vector كده أو elements عنصر إحنا حاطينه على شكل نُقط كده كانت في الجنبين هنا وهنا، فهنبتدي نجيبها من elements يعني هنروح ناحية الelements وهنكتب dots. وبعد ما كتبنا dots أهو، هيطلع لنا أشكال كتير طبعًا لإن أنا زي ما أنا قُلت لكم الحاجات اللي عليها الtag دي أنت ما ينفعش إن أنت تحطها لو أنت مش على الPro لإن هي هتقفل لك الdesign مش هينفع تنزّله، لكن إحنا نشوف حاجة free لإن أنا كمان النسخة اللي أنا باشتغل عليها مش نسخة مدفوعة، أنا عشان بس أشرح لكم منها دي نسخة مجانية، فأنا هاجي على الdot دي وهاجي أهو مضبّطاها، مصغّراها كده شوية أهو. باجي أعمل لها color overlay أو أغيّر اللون الأسود ده وأخلّيه عشان يبقى matching مع الdesign أخلّيه مثلًا لون الbrown ده أو ممكن كمان نغمّقه شوية ناخد brown غامق شوية، فناخد ده، فده كده شكله ألطف، ونبتدي نعمل لها duplication زي ما أنا قُلت لكم، بتيجي على الكيبورد وتعمل control وD أهو، وهناخد التانية اللي طلعت دي في الناحية التانية من الdesign عشان تدّي شكل، ماشي، ودلوقتي بقى إحنا جاهزين اللي إحنا نعمل preview. ولو جينا عملنا preview أهو، زي ما إحنا شايفين شكلها elegant أوي، وشكلها لذيذ يعني، لو أنت عملتها في أي post من posts بتاعة السوشيال ميديا هيبقى شكلها catchy أوي، طبعًا أنت بتقدر تcustomize الproducts دي تغيّر شكل الساعات بالأشكال اللي عندك واللي أنت عايز تستخدمها.
وبكده أكون خلّصت درس النهارده، أرجو يا رب اللي أنتم تكونوا استفدتم، وعايزة أطلب منكم حاجة، يعني يا ريت اللي أنت لمّا بتشوف الفيديو أنا باعمله تاخد المعلومة وتطبّقها على طول، يعني تبتدي تعمل الdesign بإيدك، يعني ده هيفرق معاك جدًا، إن أنت بتشغّل إيدك، مش اللي أنت عمّال تروح من قناة لقناة ومن فيديو لفيديو من غير تطبيق عملي، صدّقني أنت كده ما استفدتش خالص. وأنا عاملة لكم جروب مخصوص على الفيسبوك اسمه التسويق مع هند، هاسيب لكم كمان لينك الجروب في صندوق وصف الحلقة، يا ريت تعملوا join الجروب، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تشاركها مع حد من أصدقائك، وتعمل subscribe للقناة، وتفعّل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأشوفكم في حلقة جاية على خير بإذن الله.